السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. والنهاردة يا حبايبي هنعمل مع بعض شوية قرص للفطار، انما ايه حكاية، مع كوباية لبن مع كوباية شاي، بجد بتبقى تحفة. وزي ما انتوا شايفين كده هشة ازاي من جوه وعاملة زي الفينو. يلا نسمي الله ونشوف المقادير ونشوف عملنا ايه. انا هنا استخدمت كيلو من الدقيق بالشكل ده كده، وهبدأ طبعا انخله كويس قوي ويكون الدقيق كويس متخصص لجميع الاستخدامات. وبعد ما انخله كويس قوي هبدأ بقى اضيف عليه ربع معلقة ملح، وبعد كده كيس من الخميرة الفورية، وبعد كده معلقة كبيرة ممسوحة من البيكنج باودر، واربع معالق كبار من السكر. وطبعا لو انت عايزاها مسكرة بتكتري كمية السكر. وبعد كده حطيت شوية من السمسم، طبعا دي اختياري، لو انت مش عايزاها بالسمسم ما تحطيش. وهنبدأ بقى نقلب كل المكونات الجافة كلها مع بعض بالشكل ده كده. وبعد كده حطيت كوباية من السمنة الدافية بالشكل ده كده، وهبدأ بقى افرك الدقيق مع السمنة. تفركيه كويس جدا لغاية لما الدقيق كله يشرب من السمنة، لغاية لما يبقى معاكي عامل زي رمل البحر كده. هنا بقى انا هبدأ اعجن طبعا العجينة. انا هنا استخدمت في العجينة 3 كوبايات من اللبن الدافي، بس طبعا اول حاجة حطيت كوبايتين ونص من اللبن، علشان طبعا كل نوع دقيق يختلف من التاني، في دقيق ياخد سوائل كتير وفي دقيق ما ياخدش. فطبعا انا حطيت كوبايتين ونص الاول، فهشوف العجينه تحتاج نص كوبايه تانية ولا لا. هنا بقى لقيت العجينه معايا مش لينه كده، فبدات طبعا احط نص كوبايه اللبن اللي احنا كنا سايبينها على جنب. فكده طبعا يبقى الكيلو دقيق خد معانا 3 كوبايات من اللبن الدافي. وهبدا بقى طبعا اعجنه معاكم بالشكل ده كده لغايه لما العجينه كلها تشرب اللبن كله. وطبعا بتعجنيها كويس قوي زي ما انت شايفه بالشكل ده كده. كده خلاص جهزت معايا وبقت معايا طريه زي ما انتوا شايفين كده. هنبدا بقى هنا نغطيها باي كيس بلاستيك وفوطه وهنسيبها ترتاح ربع ساعه. وبعد ربع ساعه بقت معانا بالشكل ده كده. هبدا بقى اطلعها من الطبق. هنا بقى ابدا اقسم العجينه واقطعها لكور على قد حجم القرصه اللي انا عايزاه. انا هنا قطعت القرصه كان حجمها كده حوالي 80 جرام، وطبعا حجم القرصه ترجعلك انتي، بس حاولي كده وانتي بتقطعيها تكون القرصه كلها مقاس واحد وشكل واحد. هنا طبعا هفضل اعمل معاكم لغايه ما اخلص كل الكميه اللي معايا. كده خلاص خلصت الكميه كلها بالشكل ده كده. هبدا بقى اغطيها باي كيس بلاستيك عشان وشها ما ينشفش. وانا طبعا شغاله فيه هبدا بقى ايه اجيب الصاج اللي انا هعمل فيه، طبعا ما اكونش دهناه اي حاجه خالص. وهبدا اخد باول كوره انا مكوراها خالص، وهبدا بقى اجيبها وافردها معاكم بالشكل ده كده. وطبعا وانتي بتبططيها ما تبططهاش قوي وترفعيها خالص. طبعا زي ما انتوا شايفين الصاج مش دهنينه حاجه. وبعد ما خلصنا الكميه بتاعتنا كلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هبدا بقى اغطيها بالفوطه واسيبها ربع ساعه. طبعا في الصيف بتختمر بسرعه، لكن في الشتاء بتعوق شويه اكتر من ربع ساعه. فانت طبعا بتلاحظي بتشوفي القرصه عليت معاكي وارتفعت، بتبداي طبعا تسويها. طبعا بتولعي عليها من تحت، واول ما تاخد لون من تحت بتولعي عليها شويه من فوق. وكده بقت معانا بالشكل القمر ده زي ما انتوا شايفين. والله يا جماعه تحفه. واول ما تطلع من الفرن ابداي كده غطيها باي حاجه عنها علشان تفضل طريه ومحافظه على طريانها. وزي ما انتوا شايفين من جوه هشه وطريه بجد وجميله. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده، بجد يا رب يعجبكم. وما تنسيش تعملي لايك وشير ومتابعه للقناه عشان يوصل لك كل فيديوهاتي. واشوفكم على خير الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.